عاجل. الملك محمد السادس يوجه رسالة حاسمة بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية لكأس إفريقيا المغرب 2025، والتي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي. أصدر الديوان الملكي بلاغا رسميا نقل من خلاله موقف جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن تلك الوقائع رغم خطورتها لا يمكن أن تحجب النجاح الكبير الذي حققته المملكة المغربية على مستوى التنظيم والإشعاع القاري والدولي. وأوضح البلاغ الملكي أن هذا الحدث الكروي الإفريقي الكبير الذي احتضنته المملكة طيلة أسابيع شكل مناسبة استثنائية جسدت قدرة المغرب على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق أعلى المعايير الدولية، مضيفا أن ما طبع نهاية اللقاء من تصرفات غير رياضية ومشاهد مشينة لا يعكس القيم الحقيقية لكرة القدم الإفريقية ولا الروح التي سادت أغلب أطوار البطولة. وأكد جلالة الملك محمد السادس وفق ما جاء في البلاغ أن الانفعال وردود الفعل العاطفية التي رافقت نهاية المباراة ستتلاشى مع مرور الوقت لتنتصر في النهاية روابط الأخوة الإفريقية العميقة التي تجمع بين شعوب القارة، مشددا على أن نجاح المغرب في تنظيم هذه النسخة من كأس إفريقيا هو في الواقع نجاح لإفريقيا بأكملها وليس إنجازا وطنيا معزولا. وأشار البلاغ إلى أن المملكة المغربية تعتز بكونها قدمت للقارة الإفريقية فوق أرضها شهرا كاملا من الفرح الشعبي والتعبئة الجماهيرية والحماس الرياضي في أجواء عكست الشغف الكبير للمغاربة بكرة القدم، وساهمت في إشعاع صورة إفريقيا كقارة قادرة على احتضان أكبر التظاهرات الرياضية العالمية. ومن جهة أخرى تطرق البلاغ الملكي إلى حملات التشهير ومحاولات التشكيك في مصداقية المملكة ومؤسساتها، مؤكدا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل على قناعة راسخة بأن هذه المحاولات لن تحقق أهدافها ولن تؤثر في مكانة المغرب أو في الثقة التي يحظى بها قاريا ودوليا. وشدد البلاغ على أن الشعب المغربي يتميز بوعي عال ونضج كبير يجعله قادرا على التمييز بين النقد الرياضي المشروع وبين محاولات زرع الفتنة وبث الكراهية، مؤكدا أن المغاربة لن ينساقوا وراء خطابات الضغينة والتفرقة التي تتنافى مع قيمهم الأصيلة. وأضاف البلاغ أن لا شيء يمكن أن يمس بروابط التقارب والتعاون التي تم نسجها على مدى قرون بين شعوب القارة الإفريقية، ولا بالعلاقات الأخوية التي تجمع المغرب بباقي الدول الإفريقية والتي تعززت عبر سنوات طويلة من العمل المشترك والتضامن والشراكات الاستراتيجية الطموحة. وفي هذا السياق أكد جلالة الملك أن المملكة المغربية ستظل وفية لعمقها الإفريقي ومتشبثة بدورها التاريخي داخل القارة باعتبارها بلدا إفريقيا كبيرا ساهم ولا يزال يساهم في دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز التعاون جنوب جنوب. وختم البلاغ الملكي بالتأكيد على أن المغرب وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس سيواصل التزامه الثابت والراسخ لفائدة إفريقيا موحدة قوية ومزدهرة من خلال تقاسم خبراته وتجربته ومهاراته في مختلف المجالات وخاصة الرياضية والتنموية، إيمانا بأن مستقبل القارة يبنى بالتعاون والاحترام المتبادل وليس بالصراعات والانقسامات.